اسمع ماذا يقول أبا ذر. قال ألا أخبركم بيوم فقري؟ أعرفكم يوم فقري. أكيد يوم فقره يوم ما يخسر في البورصة، يوم ما يبيع الدار، يوم ما يبيع الأصياد. لا، ما يوم فقرك يا أبا ذر. اسمع يا شيخ إبراهيم، أنا من ساعتها قاعد أسمعك. اسمع، ألا أخبركم بيوم فقري؟ قالوا بلى يا أبا ذر. قال يوم فقري يوم أوضع في قبري، يوم تنام في ذلك البيت، بيت الدود وبيت العسل وبيت الوحدة، لا أنيس لك ولا كنيس إلا الله رب العالمين. فخلي بالك، شوف انت رايح فين. لذلك سيدنا ابو الدرداء كان يصلي العشاء ويطلع يسهر بره. يسهر فين؟ على الفيسبوك؟ لا. على النت؟ لا. امام الفضائيات؟ لا. كان بيروح يسهر فين؟ في المقابر. قالوا له انت بتطلع تصلي العشاء ما بتجيش تاخد لك حجر معانا معسل ولا حاجه؟ نقعد نجيب سيره الناس، وبعد ما يجيب سيره الناس في اخر الليل يقول لك ايه؟ ما توحد الله كده، يقول لك مش عايزين نجيب سيره حد. بعد ما لبث يقول لك ما تجيبش سيره حد. شوف ابو الدرداء كان يجلس عند المقابر، فلما سئل في ذلك قيل له يا ابا الدرداء لما تجلس عند المقابر؟ قال اجلس الى قوم يذكروني بميعادي واذا قمت عنهم لم يغتبوني. ما تجيبوش سيرتي، وابقى قاعد معاه في الجامع كده اهو، ساعة ما اطلع على الباب يجيب سيرتي في الجامع مش على القهوة. ابو الدرداء يجلس عند الاموال. يا ابا الدرداء لما تجلس عند المقابر؟ قال اجلس الى قوم يذكروني بميعادي واذا قمت عنهم لم يغتبوني. تعال نروح لسيدنا الامام علي، ما توحد الله كده. واحد رايح له شاري دار، واحد الغطار، وقال له يا امام اكتب لي عقد الدار. والله العظيم الامام علي اداله درس، بس مين اللي يسمع؟ يا عيني على الرجاله اللي راحت، يا عيني. التراب كان رجاله، كان رجاله في التراب، رجاله راحت. ضربت في حجر المصطفى وكفى علي بن ابي طالب الذي كان يبكي بالليل ويقول يا دنيا قد طلقتك ثلاث، انا مطلقك بالثلاث، انت عايزه مني ايه؟ لذلك الشاعر يقول لك ايه؟ طلق الدنيا والتمس زوجا سواها فانها زوج سوء لا تبالي من اتاها. سيدنا الامام علي بن ابي طالب زي واحد فرحان ليه؟ يقول لك انا شاري جرافه على السكه فين؟ عند التراب على طريق الزجاجين. الحمد لله ربنا وجعهولي، بس وجع لي انت جرافه على التراب عند المقابر وليك 10,000 جنيه. شفت الخيابه؟ ما انت في الاخر هتروح في التراب، ما انتش واخد حاجه معاه. يا امام اكتب لي عقد الدار. فنظر الامام علي الى الرجل اللي شاري الدار فرأى ان الدنيا قد خيمت عليه، الدنيا تكالبت عليه فرحان. فبدأ الامام يكتب. اسمع بقى، اسمع العقد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اشترى ميت من ميت دار. اسمع يا ميت، ما انت ميت وانا ميت، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. انت ملخصك في الحياة ايه؟ انت ملخصك في الحياة ايه؟ من ظهر الارض، من ظهر الارض
لبطن الام لظهر الارض ليوم العرض. هتروح فين؟ اشترى ميت من ميت دار تقع في بلد المذنبين وفي سكة الغافلين. حدودها 4: الحد الاول الموت، والحد الثاني القبر، والحد الثالث الحساب، والحد الرابع اما جنة واما نار حسبما يريد الواحد القهار. دي موجودة في الزمالك دي ولا فين؟ ادي سيدنا الامام علي. فنظر الرجل في الورقة في العقد فقال له ايه يا امام؟ انا بقول لك اكتب لي عقد دار مش عقد مقبرة. فانشد الامام علي قائلا: النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الكون لا يكفيها، هي القناعة فالزمها، فكن ملكا لو لم يكن لك فيها الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. الكفن اللي انت لابسه ملوش جيوب. عارف يعني ايه ملوش جيوب؟ يعني مش هتعرف تاخد المحمول وتتصل من تحت الارض، مش هتعرف تاخد علبة سجاير معاك، مش هتعرف تاخد عقودات معاك. ولذلك الامام مالك دخل المقابر فقال: اتيت القبور فناديتها. رد علي يابا. ما بردش. فين جاري؟ اتيت القبور فناديتها. اين المعظم؟ ساعة ما يخش الخيمة الصف بتاع الكراسي كله يوقف. تعظيم. هو راح فين؟ اين المعظم؟ واين المحتقر؟ فين اللي كان بيصطاد بالرجل؟ فين اللي كانت الناس بتستحقره؟ اين المعظم؟ واين المحتقر؟ واين المعز بسلطانه؟ واين العزيز اذا ما افتخر؟ تساووا جميعا وماتوا ومات الخبر. فيا سائلي عن اناس قد مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ ملكش كل مرة دي معتبر. فحتما سيأتي اليوم الذي ستجرد منه من الثياب ويصب عليك بالابواب وتجلس للعرض والحساب، ولا يكون معك في هذا الوقت الا عملك مع رحمة العزيز الوهاب. فيما ذكرت كفاية. اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر له يا رب العالمين. اللهم ادخله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم اجعل هذه الليلة اسعد الليالي عليه يا رب العالمين. جايين تجاملوا ولا جايين عايزين ربنا يغفر للميت عشان ربنا يقيدنا؟ يعني المفروض اقول اللهم اغفر له الخيمة تترد بامين، انما انت قاعد على الكرسي امين. ما هيجي لك واحد كده برضه: انت اليوم تحمل غدا ستحمل. انت بتدعي النهارده ربنا هيقيد لك اللي يدعي لك. قل امين. اللهم اغفر لفقيدنا. ضعيفه برضه مكسل انت. اللهم اغفر لفقيدنا. اللهم اجعل هذه الليلة اسعد الليالي عليه. اللهم نقله حجته يا رب العالمين، ويمن كتابه ويسر حسابه يا رب العالمين. انك على ما تشاء قدير وبالاجابة جدير، وانت نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.